سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معانا. في البداية كده اوعى تكون مفكر ان احنا علشان خاطر ان الادارة لسه ما تعاقدتش مع مهاجم لغاية دلوقتي ان احنا لازم ولا بد ان احنا نهاجم الادارة ونتهمها بالفشل ونطالبها بالاستقالة والكلام اللي داير اليومين ثلاثة دول. احنا من حقنا ان احنا نهاجم وان احنا ننتقد التأخير والبطء اللي الموضوع وصل له والملل اللي بقى عندنا كل ما بنيجي نسمع سيرة المهاجم او نتكلم عن موضوع المهاجم. لازم تفرق ما بين ان انت تنتقد بموضوعية وتنتقد في موضوع معين وتقول انه الادارة غلط في الموضوع ده، وما بين ان انت تهد المعبد كله على رؤوس اللي فيه وتنتقد الادارة بالفشل، في حين انه ده شيء لا يمكن لعقل عيل صغير ان هو يستوعبه. لازم نبقى موضوعيين ولازم نتكلم بكل موضوعية وبكل امانة وبكل صدق. في حلقة النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن اخر اخبار المهاجم واخر اخبار صفقة المهاجم، وهنتكلم كمان عن ميعاد مباراة السوبر الافريقي واللي حددها الاتحاد الافريقي لكرة القدم، وعن بيان النادي الاهلي لاتحاد الكرة، وعن شوية اخبار كمان متعلقة بالنادي الاهلي، ونشوف اخر اخبار النادي الاهلي في اليومين ثلاثة اللي فاتوا. لكن قبل كل ده ساعدنا ان احنا نوصل لاول حلم لينا على القناة، وهو الوصول لاول 1000 مشترك. تفاعل مع القناة، لو لسه ما عملتش سبسكرايب انزل على طول واعمل سبسكرايب للقناة وفعل زرار الجرس عشان ما تفوتش حلقة من حلقاتنا. اعمل لايك للحلقة، عايزين نوصل الحلقة دي ل 1000-2000 لايك، وانزل اعمل شير للحلقة في كل مكان علشان يتابعها اكبر عدد ممكن من الناس، وسيب تعليقك وسيب رأيك تحت في التعليقات وقول لي رأيك ايه في المواضيع اللي هنتكلم عنها في حلقة النهاردة. يلا بينا، خلينا ما ناخدش وقت كتير. اربط حزامك، خد نفسك العميق، تعال بينا ندخل في التفاصيل. طيب في البداية كده صلي بينا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وتعالى أقول لك وأعيد لك زي ما قلت لك في المقدمة كده. إحنا كلنا زهقنا من موضوع المهاجم، وكلنا بقى عندنا نوع من أنواع الملل لمجرد بس إنه تيجي سيرة المهاجم، ولمجرد بس إن إحنا نسمع عن سيرة مهاجم النادي الأهلي الجديد واللي بيحاول النادي الأهلي إن هو يتعاقد معاه. كلنا ملينا لأنه فعلا في تأخير كبير جدا من الإدارة في الموضوع ده، وفي نوع من أنواع ما أقدرش أقول عليه الفشل، ولكن في نوع من أنواع عدم النجاح في الموضوع ده. الموضوع ده يبدو إن هو هيعمل آثار كبيرة جدا هتبقى مترتبة عليه، لأن وجهة نظري إنه حتى كمان بعد ما هنتعاقد مع مهاجم، إذا قدر للنادي الأهلي إن هو يتعاقد مع مهاجم في الصيف ده، فوجهة نظري إنه هتحصل فيه تغيرات في إدارة التعاقدات، لأنه ملف المهاجم وملف التعاقد مع المهاجم ده مش بس المرة دي ولا في الصيف اللي فات ولا في الشتاء اللي فات، ولكن على مدار سنتين كاملتين أنت بتحاول إن أنت تتعاقد مع المهاجم ومش عارف. أعتقد إنه بعد كل ده هيحصل نوع من أنواع التغيير في إدارة التعاقدات، وده شيء أنا أتمناه، لأنه بجد الموضوع زاد عن حقه وبوخ جدا. ولكن هرجع وأقول لك تاني، مش معنى إن إحنا في عندنا تأخير في ملف التعاقد، ومش معنى إن إحنا زهقنا من الكلام عن التعاقد مع المهاجم إن إحنا نهاجم الإدارة ونتهمها بالفشل ونقول عليها إن هي إدارة فاشلة. حقيقي أنا مستغرب جدا من الناس اللي عمالة تقول عن إدارة النادي الأهلي الحالية إن هي إدارة فاشلة لمجرد إن إحنا مش عارفين نتعاقد مع مهاجم. هرجع واقول لك تاني، انا زيك مستاء جدا من عدم التعاقد مع مهاجم لغايه دلوقتي والتاخير المبالغ فيه، خصوصا وان الفرقه هتسافر بكره لمعسكر النمسا. ولكن لا يمكن ان انا اطلع واتهم الاداره اللي محققه كل الانجازات دي، الاداره اللي جايبه كولر، الاداره اللي تعاقدت مع لاعبين اكثر من رائعين، من اول بقى اللعيبه اللي كانت معانا في السنتين ثلاثه اللي فاتوا، مرورا بامام عاشور، مرورا برضا سليم، الإدارة اللي وصلت بميزانية خرافية للنادي الأهلي، الإدارة اللي السنة اللي فاتت ولسه من يومين محتفلة بموسم تاريخي في كل الألعاب تقريبا للنادي الأهلي. ما اقدرش أنا شخصيا إن أنا أجي واتهمها بالفشل لمجرد إنها مش عارفة تتعاقد مع مهاجم. اتهمها إنها مقصرة في الملف ده، إنه في خطأ وفي عدم نجاح واضح في الملف ده، وإنه في ناس غير كفء موجودة في الأماكن دي وموجودة في المكان ده وموجودة وماسكة
ماسكه الملف ده وهي غير مؤهله انها تمسك ملف التعاقد مع المهاجم، ولكن لا يمكن ان انا اوصل للدرجه ان انا اقول على الاداره انها اداره فاشله. اتمنى من الجميع ان احنا يعني نحكم صوت العقل. احنا متعصبين، احنا متضايقين، احنا غضبانين جدا ان احنا نادي بحجم النادي الاهلي وبقيمه النادي الاهلي، اكبر نادي في افريقيا وفي الشرق الاوسط وفي المنطقه العربيه، ولسه لغايه دلوقتي مش عارفين نقنع مهاجم ولا نقنع اداره نادي ان احنا نجيب مهاجم ونتفاوض على مهاجم. وهنا بقى هوجه رسالتي لاداره النادي الاهلي، وهوجه رسالتي لكابتن محمود الخطيب والمجلس الاداره، واتمنى منهم ان هم يعني حد يوصل لهم الرساله. يا كابتن محمود الخطيب ويا مجلس إدارة النادي الأهلي، احنا داخلين على مرحلة مهمة جدا وداخلين على بداية موسم تاريخية، واعتقد ان الموضوع دي وان الفكرة دي واصله لكم، مش محتاجين ان حد يقولها لكم، ولكن لابد لنا من التذكير لعل الذكرى تنفع المؤمنين. احنا داخلين على موسم قوي جدا، موسم بدايته هي مهمة جدا، يمكن اهم بطولات النادي الاهلي في الموسم الجديد جاية في بداياته. قبل ما هننهي سنة 2023 عندنا 3 بطولات مهمة جدا. عندنا مباراة السوبر الافريقي قدام اتحاد العاصمة الجزائري، عندنا دوري السوبر الافريقي الجديد اللي الاتحاد الافريقي انشأه، وعندنا كاس عالم للاندية. ما ينفعش بكل وضوح ان احنا ندخل ال3 منافسات دول واللي هيدخلوا للنادي الاهلي فيما يقارب ال15 مليون دولار. رقم قوي جدا، رقم كبير جدا، رقم يحل لنا ازمات كتير جدا. ما ينفعش ان انا ادخل ال3 بطولات دول وانا مش معايا مهاجم قوي، وانا معايا فقط صلاح محسن ومحمود عبد المنعم كهربا بعد كمان ما بعت محمد شريف. ما ينفعش، واعتقد ان كل الدلائل بتقول لنا ان احنا ان شاء الله هنتعاقد مع مهاجم، ولكن نصيحة مني ورجاء مني ان احنا يبقى عندنا سرعة في التعاقد مع المهاجم، لان كل تأخير مش في مصلحتنا ومش في مصلحة الفرقة ومش في مصلحة المهاجم اللي هيجي عايزينه يجي يتأقلم مع الفرقة وياخد جو الفرقة ويلحق يتعود على نظام الفرقة ونظام مارسيل كولر واجواء الفرقة. اتمنى من كل قلبي ان احنا نسمع اخبار في منتهى السرعة عن المهاجم. اتمنى ان احنا نتعاقد، ومش معنى ان احنا وصلنا للمرحلة دي ان احنا نكروت اي مهاجم وخلاص. اتمنى ان احنا نتعاقد مع مهاجم عليه القيمة للنادي الاهلي. يمكن احنا كلنا سمعنا في اليومين 3 اللي فاتوا تصريحات جوستافو سوزا لاعب نادي جيون بوك الكوري الجنوبي، واللي كان في مفاوضات ما بين النادي الاهلي وما بين ناديه عشان نتعاقد معاه، واللاعب طلع وقال في تصريحات رسمية انه ادارة ناديه ابلغته انه فشل التفاوض مع النادي الاهلي وفشل انتقاله للنادي الاهلي وانه مكمل مع ناديه. وهنا بقى كلمة مني انا كمشجع اهلاوي، قبل ما اكون اي شيء كمشجع اهلاوي لاخواتي وزملائي مشجعين النادي الاهلي، انا عن نفسي ما اقدرش اقول ان جوستافو سوزا لاعب فاشل او لاعب ما يليقش بالنادي الاهلي، لانه بمنتهى البساطه انت لو جيت مسكت ورقه وقلم كده لارقام جوستافو سوزا بعيدا عن الموسم اللي شغال دلوقتي في كوريا الجنوبيه، لو جيت مسكت ارقامه في السنتين 3 اللي فاتوا مع الفريق الكوري هتلاقي ان ارقامه الى حد ما معقوله جدا. الفريق كله الموسم ده نازل دروب، مش بس جوستافو سوزا، الفريق كله نازل دروب، ومش هو ده وضع الفريق اللي كان عليه من سنتين 3 ولا حالته الفنيه اللي كانت عليه من سنتين 3. فما اقدرش ان انا اقول انه الحمد لله ان جوستافو سوزا مش جاي الاهلي، الله اعلم. لكن الحاجه اللي انا واثق منها جدا انه طالما مارسيل كولر كان حاطط اللاعب ده في حساباته، فمارسيل كولر شايف حاجه احنا مش شايفينها، واكيد اللاعب ده بيمثل له حاجه مهمه جدا. ولكن في الاخر اتمنى ان اداره النادي الاهلي سواء هتتعاقد مع جوستافو سوزا سواء هتتعاقد مع جاكسون موليكا، اتمنى ان اداره النادي الاهلي تعرف تختار صح وتعرف تتوصل لاتفاق مع مهاجم يكون مارسيل كولر مدي الموافقة عليه وفي أسرع وقت علشان يلحق يدخل معانا ويستعد مع الفرقة من البداية وياخد الاستعدادات الكويسة مع الفرقة. إذا كان ده الموضوع الأولاني والموضوع المقرر اللي احنا بنتكلم عنه موضوع المهاجم، فخلينا أقول لك إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن خلاص وبصورة رسمية وبعد التأجيلات أكتر من 3-4 مرات بيأجل في المباراة. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أول امبارح أعلن بصورة رسمية عن موعد مباراة السوبر الأفريقي ما بين النادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا وما بين اتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية. أعلن إن مباراة السوبر هتجمع ما بين الفرقتين يوم 15 سبتمبر اللي جاي
في مدينه الطائف على ملعب الملك فهد في مدينه الطائف في المملكه العربيه السعوديه. وبكده يبقى أسدل الستار وتم الاعلان رسميا عن بدايه الموسم للنادي الاهلي، واول مباراه للنادي الاهلي في الموسم الجديد هتكون قدام نادي اتحاد العاصمه الجزائري. وبمناسبه موعد المباراه ده هياخدنا للموضوع الثالث، وهو البيان اللي طلعه النادي الاهلي لاتحاد الكره المصري لكره القدم، واللي هتشوفه قدامك دلوقتي، واللي طلب فيه النادي الاهلي من اتحاد الكره المصري لكره القدم انه موعد المباراه، موعد مباراه الاهلي واتحاد العاصمه الجزائري هيتعارض مع معسكر المنتخب اللي هيكون في شهر سبتمبر، واللي هيبتدي تقريبا في يوم 4 سبتمبر، واللي هيكون علشان مباراة اثيوبيا في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية اللي جاية في كوت ديفوار إن شاء الله، وبعدها مباراة تونس الودية. يمكن النادي الأهلي ملخص البيان إن هو بيطلب من اتحاد الكرة المصري لكرة القدم إنه يتواصل مع المدير الفني للمنتخب المصري روي فيتوريا، وإنه يطالبه بإن هو ما يضمش لعيبة النادي الأهلي في الفترة دي أو في المعسكر ده، لأنه بمنتهى البساطة النادي الأهلي هيسافر بكرة الاثنين إن شاء الله للنمسا عشان يبدأ معسكره الإعدادي للموسم الجديد، وهيرجع من النمسا يوم 6 سبتمبر. هتكون لعيبه او هيكون معسكر المنتخب موجود علشان مباراه اثيوبيا وتونس زي ما بقول لك، وبالتالي النادي الاهلي هيرجع هيدخل على طول في معسكر مغلق عشان مباراه السوبر الافريقي قدام اتحاد العاصمه الجزائري، وهيسافر للسعوديه. فمستحيل طبعا انه النادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي تقدر ان هي توافق ما بين المباراتين او ما بين الامرين، مباراه السوبر والمعسكر بتاع المنتخب. فعلشان كده النادي الاهلي طلب من اتحاد الكرة بما ان مباراة اثيوبيا مباراة غير مؤثرة، وانه منتخب مصر صعد كده كده لكأس الامم الافريقية، وان المباراة الثانية هي مباراة ودية في الاول وفي الاخر، وانه كل حاجة خلاص بانت. احنا الحمد لله تصنيف اول في افريقيا، قرعة كأس العالم اتعملت، فمش محتاجين ان احنا نحسن تصنيفنا اكتر من كده، اتأهلنا رسميا برضو لكأس الامم الافريقية. فالنادي الاهلي طلب وفكر اتحاد الكرة انه في كأس الامم الافريقية اللي فاتت واللي كانت بتتزامن برضو مع مشاركة النادي الاهلي في كأس العالم للأندية، وانه كان في تضارب في المواعيد، النادي الاهلي اثر ان هو يسيب لاعيبته للمنتخب المصري. وكلنا طبعا فاكرين التصريح الشهير للي كان قائم باعمال رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم احمد مجاهد، واللي قال فيه انه النادي الاهلي هيلعب بكامل نجومه في كأس العالم للأندية، وده طبعا اللي ما حصلش في اول مباراتين، والنادي الاهلي ما كانش بيلعب بالصف الاول في اول مباراتين ليه، ولكنه اثر المنتخب المصري واثر المنتخب الوطني وساب لاعيبته للمنتخب الوطني. وده اللي النادي الاهلي فكر بيه اتحاد الكرة المصري في البيان بتاعه، وطلب منه ان هو يتواصل مع روي فيتوريا علشان ما يتمش استدعاء لعيبه النادي الاهلي، وتبقى لعيبه النادي الاهلي موجوده مع الفرقه بتستعد لمباراه السوبر الافريقي. ومن وجهه نظري اعتقد انه مش هتبقى في مشكله في الموضوع ده، وانه روي فيتوريا مدرب محترم، مدرب ذكي، ومدرب هيعرف ان هو يتعامل مع هذه او مع هذا الموقف. ما اقدرش اقول عليها برضو ان هي ازمه، لان المواضيع سلسه. احنا كده كده الحمد لله متاهلين لكاس الامم الافريقيه، عندنا ماتش ودي، تصنيفنا اول في تصفيات كاس العالم. فاعتقد ان روي فيتوريا هيستجيب لمطلب النادي الاهلي، وانه مش هيتم استدعاء لعيبه النادي الاهلي في معسكر المنتخب القادم. خليني برضه اقول لك، بما اننا بنتكلم عن مباراه السوبر الافريقي، فالنادي الاهلي خلاص اعلن عن قائمته الاولانيه والمبدئيه الافريقيه، واللي هيبعتها للاتحاد الافريقي لكره القدم، لان هي دي القائمه اللي هيشارك فيها، دي القائمه الاولانيه اللي هيشارك بيها النادي الاهلي في المسابقات الافريقيه اللي جايه، واللي هيكون اولها مباراه السوبر الافريقي قدام اتحاد العاصمه الجزائري. وخليني اقول لك انه النادي الاهلي حط 32 او 33 لاعب في القائمه الافريقيه الاولى، ويحق ليه ان هو يضيف لعيبه جديده، تقريبا 7 لعيبه جداد كمان. فالنادي الاهلي مستني كمان ان هو يتعاقد مع المهاجم الاجنبي ان شاء الله، لو قدر لنا ان احنا نتعاقد مع مهاجم علشان يضيفه في القائمه الافريقيه ديت. خليني اقول لك ان القائمه الافريقيه ما شهدتش اي مفاجات كبيره، يمكن مارسيل كولر طلع كمان لعيبه ناشئين في القائمه وحطهم في القائمه. القائمه شهدت تواجد اللعيبه الجداد، امام عاشور، رضا سليم، كمان اللعيبه اللي جايه من الاعاره او اللي راجعه من الاعاره سواء كريم ندفيد او صلاح محسن. فالقائمه ما فيش فيها مفاجات كتير، زي ما قلت لك قبل كده وزي ما قلت لك في الحلقه اللي فاتت ان احنا مش هنتكلم عن قائمه النادي الاهلي دلوقتي، هنسيب قائمه الاهلي وهنتكلم عنها بعد ما يتم اعلان صفقه المهاجم، علشان نمسك قائمه الاهلي ونشوفها ونشوف كل مركز فيها، وهل القائمه دي قائمه تساعد النادي الاهلي في الموسم الجديد ولا لا. وشايف ان هي هتبقى ان شاء الله قائمه قويه جدا، ولكن خلينا ما نتكلمش عنها. لكن حبيت اقول لك انه قائمه النادي الاهلي شهدت خروج او عدم تواجد اسم
احمد القندوسي، وده اللي بيشير الى ان النادي الاهلي خلاص، وزي ما كلنا سمعنا في اليومين ثلاثه اللي فاتوا انه خلاص اللاعب قريب جدا من الانتقال لنادي سيراميكا كليوباترا، وانه بتفصله خلاص يعني ساعات قليله ويعلن نادي سيراميكا ويعلن النادي الاهلي عن اعاره احمد القندوسي رسميا لنادي سيراميكا كليوباترا. عن نفسي شخصيا بتمنى له كل التوفيق، لاعب اتظلم من وجهه نظري، اتظلم وظلمه كمان عدم التدقيق وعدم الدراسه الصحيحه من الاداره الفنيه للنادي الاهلي. وهرجع واقول تاني، طالما انت مش في حاجه اللاعب، وطالما انت عندك مجموعة نجوم في مركز معين، ما تجيبش لعيب تحطه عليهم تاني، وخصوصا لما يكون لعيب أجنبي هيخسرك مكان أجنبي وهيدخلك في مشكلة زي اللي كنا فيها، وإن أنت مش هتعرف تأيد المهاجم الجديد إلا لما تخرجه. أتمنى من كل قلبي إن احنا نتعلم من الدروس دي، وزي ما قلت لك أتمنى لأحمد القندوسي التوفيق بجد، أتمنى له إن هو يتألق مع نادي سيراميكا علشان يرجع لنا تاني إن شاء الله الموسم اللي جاي، ويثبت أحقيته في إنه يكون موجود في وسط تشكيلة وفي وسط نجوم النادي الاهلي. نيجي بقى لاخر موضوع حابب اتكلم معاك فيه، وهو سؤال بساله ليك وبساله للجميع، هم يا ترى عايزين ايه من امام عاشور؟ هتسالني هم مين؟ هقول لك هم الناس المتربصه بامام عاشور والمتربصه بصفقه امام عاشور وانتقاله للنادي الاهلي. من ساعه ما امام عاشور جه النادي الاهلي، ومن ساعه ما بدات عوده التدريبات للنادي الاهلي، وكل يوم عمالين نسمع اشاعه عن امام عاشور. من ساعه الحفله ده امام ما حضرش ليه؟ اصل امام في خلاف ما بينه وما بين كابتن محمود الخطيب، اصل كابتن محمود الخطيب زعلان من امام عاشور عشان حضر مباراه حرس الحدود في الموسم اللي فات، وكلام كتير. هدفه الاول من وجهه نظري هو تشويش اللاعب، هو ان هم ما يخلوش اللاعب مركز 100% مع النادي الاهلي، هم انهم يخلوا امام عاشور دايما في حاله ضغط، دايما تحت الضغط، علشان هم عارفين كويس قوي قد ايه قيمه امام عاشور، وقد ايه ان هو لو صفى ذهنه ولو سابه من كل الكلام ده وركز في الملعب، امام عاشور هيبقى قوه ضاربه قويه جدا في خط وسط النادي الاهلي. علشان كده هم عايزين يخرجوا امام عاشور عن تركيزه، ولكن نصيحتي لامام عاشور يخرج كل ده من دماغه، يركز بس في الملعب، يسيب نفسه لمارسيل كولر وللجهاز الفني والكارلوس برينجر مساعد مارسيل كولر، يسيب نفسه تماما ليهم، يسيبه من اي حاجه بره الملعب. واتمنى برضه زي ما تم تداول ان هو عايز الرقم 22 في النادي الاهلي، اتمنى برضه من امام عاشور ان هو يبعد عن الكلام ده خالص، يبعد عن الفانلة دي خالص، لان ديت حاجه هتضيف عليه ثقل اكتر وهتضيف عليه ضغط اكتر، وهو مش في حاجه ليه. قميص ابو تريكه ورقم ابو تريكه صعب على اي لاعب ان هو يشيله، لان هيمثل عليه ضغط كبير جدا. فاتمنى من امام عاشور ان يكون ذكي ويبعد عن الرقم ده ويختار اي رقم تاني متاح ليه، واتمنى منه ان هو ما يسمعش لاي حد ولاي اشاعه بتطلع عنه، لانه هدفها الاول والاخير هو انها تشتت امام عاشور وانها تخرجه بره تركيزه وما تخليهوش مؤثر مع النادي الاهلي، ولا ان هو يقدم المطلوب منه مع النادي الاهلي. اتمنى من كل قلبي ان امام عاشور يركز ويسيبه من كل الحاجات دي، وان شاء الله هنشوف نسخه مرعبه من امام عاشور مع النادي الاهلي بعون الله. انت برضو في التعليقات قول لي رايك في المواضيع دي كلها، وقول لي رايك ايه في صفقه المهاجم وفي موضوع امام عاشور وفي موضوع الطلب اللي تقدم بيه النادي الاهلي. سيب لي برضو رايك في التعليقات تحت، تفاعل مع الحلقه. لو لسه ما عملتش سبسكرايب انزل على طول واعمل سبسكرايب وفعل زرار الجرس علشان نوصل لاول حلم لينا، وهو ال1000 مشترك على القناه، وعلشان ما تفوتش حلقه من حلقاتنا. وانزل اعمل على طول بقى لايك للحلقه لو عجبتك، عايزين نوصل ل1000 2000 لايك، واعمل للحلقه برضو شير في كل مكان علشان يتابعها اكبر عدد ممكن من المشاهدين. ويتابع برضو حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه، فيسبوك، انستجرام، تيك توك، واللي هسيب لك اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف. اشوفك ان شاء الله على خير في حلقه جديده ولقاء جديد على قناتنا. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.